بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد شحاتة في فيديو جديد، سلسلة حياتي في أمريكا، اللي هي تجربتي مع الشارع لما كنت شغال، الفترة اللي كنت شغال فيها مع أوبر. القصة الثالثة بقى النهاردة، تقدر تسميها صراع الأجيال أو اختلاف المفاهيم بين الأجيال الجديدة والأجيال القديمة. وعلى فكرة الصراع ده أبدي مش جديد يعني، بس الفجوة المرة دي بين الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلين الجديد بقت أكبر وأعمق، لأن التكنولوجيا زادت والعلم زاد، فأصبح الموضوع الفجوة كبيرة. يعني بخلاف الجيل بتاعي وجيل أبويا مثلا، ما كانش فيه اختلاف كبير بينه وبين بعض. كان فيه اختلاف صحيح كويس بين المفاهيم وبين العادات والتقاليد وبعض ممارسات الحياة، لكن الاختلاف المرة دي بين جيلي والجيل الجديد اللي هو جيل أولادي بلاقيه اختلاف أكبر وأعمق، لأن هو بيعتمد على التكنولوجيا أكتر ما بيعتمد فيها على التجربة. وأنا دايما بقول لابني التجربة مع العلم بيكملوا بعض، لكن العلم هو شيء مجرد كويس، ما اقدرش استند عليه استناد كلي. فانت العلم بيفيدك، لكن خد من العلم وخد من تجربتي في الحياة، التجربة العملية. موقف مثلا مر عليك اقول لك الموقف ده مر عليا وكانت تجربتي فيه قد كده. لكن للأسف الشديد اللي زالت الفجوة بعيدة. يعني مثل بسيط، لما نيجي نخرج مع بعض بيستخدم الجي بي اس، انا بحب استخدم ده قبل الجي بي اس، لان انا جيلي ما كانش فيه جي بي اس، فكنت بحفظ الشوارع وبعرف اروح هنا ازاي وهنا ازاي والمسافات قد ايه وابعادها. لكن هو لما اجي اقول له خش في الشارع الفلاني يقول لي ما تقوليش اسمع، انا قدام الجي بي اس شايف كل حاجه. هو قلت له ما هو انت برضه لازم تقرا وتقول. قال لي لا 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 لا، اتعب دماغي ليه؟ ريحها. فهو ده المدخل بتاع قصه النهارده. القصه ركبت معايا واحده، هي من أريزونا وأنا عايش هنا في كاليفورنيا، فالمهم بندردش مع بعض وبتاع، فقالت لي أنا شايفة بلتمس فيك العقلانية شوية في الحديث، فهل عندك مانع إن أنا أخد رأيك في حاجة تخصني؟ قلت لها لا اتفضلي، ده احنا قاعدين بندردش مع بعض لحد ما توصلي بالسلامة. فقالت لي عندي 5 ولاد، لا مؤاخذة، ومنهم بنت ممثلة، وانا بسافر كتير وهم مش مقيمين معايا، وكل واحد له حياته وبيروح وبيجوا، فانا طريقة التواصل بيني وبينهم هي السوشيال ميديا. ببعت لهم رسائل وهم بيبعتوا لي رسائل، بطمن عليهم ويطمنوا عليا، وخلصت الحدوته على كده. لكن مشكلتي مع امي رافضة تماما ان هي تتعامل من خلال السوشيال، فانا مش عارف احل الموضوع ده ازاي معاها. انا حابه ان انا اطمن عليها دايما وهي تطمن عليا، لكن مش عارف اتواصل معاها. قلت لها انت غلطانه وهي صح، انت ليه بتطلبي منها ان هي تطلع لك؟ ما تنزلي لها انت. قالت لي مش فاهمه. قلت لها انت لما بتبعتي رسائل عن طريق السوشيال ميديا لاولادك تطمني عليهم، مش بتاخد منك وقت الكتابه وتاخد الرد وتردي تاني؟ قالت لي اه. قلت لها طب ايه اللي يمنع ال5 دقايق دول بتوع الرسائل المتبادله ترفعي سماعه التليفون وتطلبيها، اسمعي صوتها تسمع صوتك؟ ده اللي هي عايزاه، ده اللي هي اتربت عليه. بتحس بقيمة الحياة وقيمة نفسها لما بتسمع صوتك وانت تسمعي صوتها.
الموضوع ابسط منه ما يكون. ما تطلبيش منها ان هي تطلع لك لفوق. هي جيل مش بتاع الانترنت ولا السوشيال ميديا. انزلي انت ليها تحت وشوفي ايه اللي يمشي معاها واعمليه. سهل جدا ان ال5 دقايق اللي بتضيعهم في الكتابة تضيعهم في التليفون. مجرد سماع الصوت بيدي راحة وطمأنينة للنفس، بتدي قيمة للإنسان. أنا عايش، أنا موجود، الناس مهتمية بيا، ولادي لسه فاكريني. ده صراع الأجيال. الجيل الجديد طالب من الجيل القديم يا إما يطلع له يا إما ملوش علاقة بيه. لا، أنت طالع بس بص للي تحت برضه، لأن هم الماضي والتاريخ والتجربة اللي تأكد إن أنت هتستفيد منها. طبعا هي يعني قالت لي رأيك رائع جدا وبتاع، لدرجة إن هي راحت نطة مرة واحدة وبيساني وأنا سايق. بيساني من هنا، مخك ما يروحش لبعيد. بوسة أخوية مش أكتر من كده. لا، كان أنا عارف المخ هيروح لبعيد يعني. وقالت لي أتمنى إن أنت تكون معايا في أريزونا ونبقى أصدقاء وبتاع. لكن للأسف أنا جاي كاليفورنيا زيارة 3 أيام لأن فعلا الواحد بيحتاج إن هو ياخد رأي الآخر في بعض المشاكل. إن إحنا محتاجين نسمع لبعض، ونسمع لبعض بهدوء وبروية، ونتعلم من بعض. وهو ده صراع الأجيال أو اختلاف الأجيال مع بعض. دي كانت حدوتة النهاردة. معكم محمد شحاتة. أشوفكم في فيديو جديد وقصة جديدة من القصص الكتير اللي أنا عشتها هنا. السلام عليكم.